التسويف في الغالب بيكون مرتبط بعوامل نفسية عايز اتجنبها، زي احساسي بالفشل او الخوف من الفشل او المواجهة، او بسبب محاولة الوصول للكمالية البرفكشنزم. كمان لان مستوى الدوبامين اللي هو هرمون المكافأة اللي المخ بيفرزه بيكون عندي قليل في اللحظة اللي انا قاعد بسوف فيها دي. فبدل ما انا اعمل حاجة المفروض هتكون مفيدة ليا على المدى الطويل، لا انا بدور على متعة لحظية instant gratification. فبعمل حاجة تزود لي الدوبامين، زي مثلا ان انا العب جيم او اشوف مسلسل او سكرول، والحاجات دي ممكن تحسسني بالذنب. ففي حد تاني ممكن يقوم يقرر يعمل حاجة تانية مفيدة منتجة لكن ملهاش علاقة بالمهام الملحة اللي وراه، فالشخص ده يقوم بقى يغسل المواعين ولا يمسح الشقة ولا ينزل الصيفي والشتوي زي ما اتكلمنا ويرتب الدولاب، حاجات علشان ما يحسش بالذنب، بس في نفس الوقت هو بيتجنب التاسك الأساسية اللي وراه، الديدلاين، التقرير، المذاكرة، الشابتر، ايا كان الديدلاين اللي وراه.